في احلى من كده غدا نقوم نحضره. حطيت في الكبه ربع كيلو من البصل وفرمتهم فرم خشن. بعد كده بقى جبت حله حطيت فيها سمنه وزيت، وبعد كده نزلت بالبصله وابتديت اشوح فيها واحده واحده. مهم جدا بقى ان احنا نشوح البصله حلو قوي لحد ما توصل معايا للشكل ده. زودت بعد كده مكعبين من المرقه وقلبتهم كويس لحد ما دابوا خالص. حطيت بعد كده معلقتين من الصلصه ومعلقه كبيره من هريسه الشطه لو بتحبوها، دي اختياري، لو عايزين الطريقه سيبولي في الكبش. حطيت كمان معلقه من السكر وشوحت كل الكلام ده بقى مع بعضه كويس جدا. حطيت بعد كده كيلو من الطماطم مصفيها من اي بذره وقشر فيها، وعايزه اقول لكم ده بيخليها خفيفه على المعده جدا. غطيت عليها ووطيت وسبتها تتسبك على نار هاديه، واول ما الاقي الزيت كده طلع على الوش بتبل بملح فلفل اسود وسبع بهارات وكمون وكزبره. غطيت عليها مره كمان وسبتها تتسبك لحد ما وصلت للشكل ده. مهم جدا بقى ان صلصه المحشي ما يبقاش فيها اي سوائل. سبتها تبرد بقى وضربت في الكبه بصله وفلفله، وهقول لكم هنعمل فيهم ايه كمان. حطيت بعد كده الرز والخضره اللي متقطعه صغير وركنتهم على جنب، وجبت بعد كده الفلفل والبصل اللي انا ضربته. رجعت بقى تبلتهم بنفس البهارات اللي تبلت فيها الصلصه قبل كده، وقلبتهم مع بعض بقى كويس جدا وبسيبهم على جنب كده شويه. عايزه اقول لكم بقى التريك دي بتنقل المحشي حرفيا في حته تانية خالص. نزلت بقى بيها على الرز، وبعد كده حطيت الصلصه وابتديت اقلب كده واحده واحده. شوفوا مقدار الصلصه اللي انتوا بتحبوه وزودوه براحتكم. بعد كده بقى حطيت كده حوالي ربع كوبايه من الزيت، ده بيديها لمعه حلوه جدا وبيخلي الرز مفلفل ويجنن. حرفيا بقى دي احلى خلطه للمحشي هتعملوها لاي نوع محشي انتوا بتحبوه. لاي نوع محشي بقى انتوا بتحبوه. انا بحط كده في ارضيه الحله شرايح من البصل والطماطم، حشيت الخضار وكمان حشيت ورق العنب. وعايزه اقول لكم بقى تخلوا ورق العنب كده كلهم صوابع قد بعضها وكلها صغيره. نيجي بقى لاهم خطوه، الشوربه اللي هنسقي بيها. بحط عليها معلقه من الصلصه اللي احنا عملناها بتاعه المحشي، بتخلي لونها احمر وحلو جدا. ورق العنب بحط عليه دبس رمان، عصير ليمونتين كبار، وبسقيه من الشوربه. مهم جدا الشوربه توصل للصف اللي قبل الاخير. بحط عليه بعد كده غطا وبغطيه وكده يبقى جاهز. الخضار عموما بينزل ميه، علشان كده انا لما بسقيه شوربه بسقيه لحد الربع بالظبط. المحشي عموما برفعه على نار عاليه، وبمجرد ما يغلي كده لمده 10 دقائق بوطي عليه واسيبه يستوي على نار هاديه. هيطلع معاكم بقى محشي زي ما قال الكتاب بالظبط. عايزه اقول لكم المحشي في منتهى الجمال وريحته في حته تانية خالص، وحقيقي زي السكر.